الحكاية بتبدأ مع يو سونج. يو كان بيتدرب وسط ميدان كبير، وفي طفل صغير عمال يتريق عليه ويغيظه بالايس كريم لان الدنيا حر. لكن فجأة رجل اعمال غني ظهر، وفي مجرمين كانوا بيجروا وراه وعايزين يسرقوه. فيو اتعصب بشدة لانهم خبطوا الطفل ووقعوا الايس كريم الخاص بيه. عشان كده راح للمجرمين وبدأ القتال معاهم. وهنا بنعرف ان يو اتدرب على الفنون القتالية طول عمره، ده غير انه لابس جزمة حديدية وزنها 25 كيلو عشان يكسر كل اللي بطريقه. ده غير انه يعرف اسلوب قتال سري اسمه اسلوب القدم الحديدية، وبيوجه ركلات مدمرة اسرع من البرق. وبالفعل قدر انه يمسك المجرمين يطحنهم بسهولة تامة. في النهاية رجل الأعمال حاول يدفع له فلوس بسبب إنقاذه ليه، لكنه رفض طلبه وكمل في طريقه لأنه رجع حق الطفل بسبب الآيس كريم اللي وقع في الأرض. أول ما يو رجع الميدان اتفاجئ بعربيات كتير حصرته من كل اتجاه، فاستعد للقتال من جديد. وهنا جيانج لي ظهر. جيانج اتدرب على الفنون القتالية مع يو وهم صغيرين، لكنه وقف تدريب وأصبح رجل أعمال غني. طبعا الاتنين سلموا على بعض في سعادة كبيرة لأنهم اتقابلوا للمرة الأولى بعد زمن طويل. فجيانج عزم يو وفضل يفتكر معاه أيام التدريب، وقال إنهم كانوا زي الإخوات بالظبط. بعد كده يو خلص أكل وبدأ يتدرب على تقنيته السرية لتقوية الأعصاب وقوة التحمل. أما جيانج اتفرج عليه وكان حاسس بالغيرة. وهنا بنعرف ان زمان المعلم طرد جيانج للشوارع بسبب ضعفه، ودرب يو بدلا منه لان عنده عزيمة واصرار. تاني يوم الصبح جيانج اخد يو معاه وراح للشركة اللي شغال فيها. شركة جيانج بتدرب اقوى الحراس الشخصيين في العالم، وبيأجروهم لناس اغنياء عشان يحموهم من الخطر. وبالصدفة بنعرف ان رجل الاعمال اللي يو انقذه من المجرمين هو صاحب الشركة دي. رجل الاعمال اسمه لي، واختار يو من عشرات البادي جاردات الاقوياء عشان يحمي بنته ويدافع عنها. فجيانج قال انه هيكلمه ويسأله اذا كان عايز يشتغل ولا لا. بالفعل جيانج كلم يو وعرفه ان لي عايز يبقى الحارس الشخصي لبنته مقابل مبلغ مالي ضخم. فيو وافق لانه ما كانش لاقي شغل وعايش في الشوارع. لما لي ويو كانوا في العربية، لي شكر على انقاذه وطلب منه يدافع عن بنته مي من الخطر لانها متهورة وممكن تأذي نفسها. فيو قال له ما تقلقش، انا هضحي بحياتي عشانها. في الوقت ده مي بنت رجل الاعمال كانت في نادي ليلي، وفي شباب اتعدوا عليها وكانوا هيخطفوها. طبعا مي حاولت تقاومهم لكن بدون فايدة، بس من حسن الحظ لي ويو كانوا بيدوروا عليها. ولما يو لاحظ المجرمين مسكهم روق عليهم وانقذ مي منهم. بعد كده والدها اخدها البيت عشان يعالج جروحها. تاني يوم مي فاقت من النوم واتفاجئت ان يو موجود في بيتها وبيراقبها طول الوقت، فعرضت عليه مبلغ مالي كبير عشان يسيبها في حالها. لكن يو رفض وقال انه قطع وعد لوالدها انه لازم يحميها من الخطر مهما كان الثمن. طبعا مي اتضايقت منه وفضلت تعامله بدون احترام عشان يمشي ويسيبها. وفي يوم من الايام خرجت تتفسح ويو كان معاها، وبالصدفة قابلوا مجموعة بلطجية بيضايقوا البنات في الشارع. فمي لطخت قائدهم بالقلم لانها فاكرة ان يو هيدافع عنها، لكنه سابها في حالها وخلى البلطجية يجروا وراها. في النهاية مي اتأسفت ليو لانها عملته بدون احترام وترجته يساعدها. فيو مسك قائد البلطجية وعلقه في الهوا عشان يعلمه الادب. للأسف يو كان بيراقب مي طول الليل والنهار حتى وهو نايم، لدرجة انه اتخانق مع النادلة في المطعم لانها قدمت لمي مشروب منتهي الصلاحية. طبعا مي اتضايقت من يو لانه مهووس بحمايتها وخرب حياتها. فيو شالها وقرر يرجعها البيت غصبا عنها، لكنها فلتت من ايده ووقع في الارض وفضلت تعيط وتشتم فيه. وهنا بدون سابق انذار 3 مجرمين حصروه عشان يشتتوا تركيزه، ومجرم رابع خطف مي في شاحنة وهرب. فيو عرف انهم كانوا متراقبين من ساعات طويلة ووقعوا بفخ رهيب. في البداية يو مسك المجرمين ظبطهم، بعد كده انطلق بسرعة البرق وقدر انه يوصل للشاحنة اللي مي مخطوفة فيها وتعلق على سقفها. بس مهما المجرمين حاولوا يوقفوه كانوا بيفشلوا لان قبضته قوية جدا. وفي النهاية يو قفز من على الشاحنة بنفسه ورجع من جديد عشان يسد عليهم الطريق. فالسائق حاول يخلص عليه، لكن يو استخدم حذائه الحديدي وكسر ازاز العربية. بعد كده دمر
ودمر كل اللي وقف بطريقه لحد ما انقذ مي اخيرا وجري بيها على البيت. اما المجرمين هربوا زي الكلاب لانهم سمعوا صوت البوليس. بالليل مي كانت متعجبة ومش فاهمة المجرمين عايزين يخطفوها ليه. فيو قال ان والدها رجل اعمال كبير جدا وليه اعداء في كل حتة، عشان كده لازم تحذر وتاخد بالها من نفسها. فمي شكرته لانه انقذها من الخطف. بعد ما مي نامت يو قعد يتأمل وافتكر ايام زمان. وهنا بنعرف ان المعلم وجيانج لقوه مرمي على شجرة وما كانوش عارفين والده ووالدته فين. فالمعلم اخده عشان يدربوا مع جيانج، وهما الاتنين اتدربوا مع بعض وهما صغيرين ومارسوا اصعب التمارين واشدها. لكن في النهاية المعلم اختاره هو لوراثة اسلوب القدم الحديدية المدمر، ومن وقتها وهو بيتدرب عشان يحافظ على الفن الاسطوري ده ويخلي معلمه فخور بيه. تاني يوم يو راح يتكلم مع جيانج وبلغه باللي حصل وعرفه ان مي كانت هتتخطف. لكن في وسط الكلام جيانج طلب من يو يعلم فن القدم الحديدية لكل الحراس الشخصيين في الشركة مقابل مبلغ مالي خرافي. بس يو رفض وقال له ده سر ورثه من المعلم ومستحيل يكشفه لأي حد. فجيانج أظهر غيرته وتحدى يو بقتال عشان يثبت انه اقوى منه. في البداية الاتنين كانوا متعادلين وجيانج بدأ يسيطر لان يو ما استخدمش فن الرجل الحديدية وقاتل بايده. بس في النهاية يو تعصب ومسك جيانج طحنه ووجه له ركلة قوية كانت هتفقده الوعي. فجيانج قال له انت ما بقتش صديقي ومن النهاردة انت عدو اللدود، وسابه ومشي. بعد كده قابل عصابة المجرمين اللي خطفوا مي، وهنا بنعرف ان جيانج هو اللي خطط لخطفها من البداية عشان يهدد والدها رجل الاعمال ويسيطر على شركته بالكامل. اما يو ومي سافروا خارج المدينة لشاطئ البحر عشان يبعدوا عن الانظار، وهناك مي بقت تثق في يو ومبقتش تكرهه زي زمان. ده غير انهم اصبحوا اصدقاء اعزاء وقضوا وقت ممتع مع بعض. اما جيانج الندل غفل رجل الاعمال ليه وخطفه وسلمه لرئيس عصابة المجرمين عشان يجبروه يبيع شركته ليهم، لكنه رفض فهددوه بخطف بنته مي وانهاء حياتها. اما يو وقف مع نفسه على الشط وافتكر ايام زمان ووعده لرجل الاعمال بانه يحمي مي من كل الاخطار. ده غير انه افتكر تحذير معلمه ليه لما قال له ان فن القدم الحديدية هيسبب له مشاكل لان في ناس كتير هتحاول تسرقه. بالليل وسط الظلام مجموعة مجرمين هجموا على يو ومي وكانوا كتير جدا، فيو تركيزه اتشتت ومي اتخطفت منه، لكنه هزم المجرمين في ثواني وانطلق عشان ينقذها بأسرع وقت. في النهاية يو وصل لمستودع ضخم واتحرك بحذر شديد، لكنه اتغفل ووقع بفخ ربط في رجله سلسلة حديدية. وهنا مقاتلين عمليات خاصة محترفين جدا بدأوا يقفزوا على يو من كل حتة. المقاتلين دول ماهرين جدا لانهم تابعين لجيانج وهو اللي دربهم. اما يو اتصدم بيهم وحاول يدافع عن نفسه بس بدون فايدة لان رجله مربوطة بسلاسل ومقدرش يستخدم فن القدم الحديدية. من المقاتلين دول راجل بيستخدم فن رأس الطور وبيدمر كل اللي في طريقه، وبنت ماهرة باستخدام السكاكين وملهاش حل. لكن اخطر مقاتل كان رجل عملاق قوي جدا، ده غير ان واحد من المجرمين قفل السلسلة على رجل يو وثبته تماما عشان ما يعرفش يتحرك. بعد كده المقاتل الضخم غفله وضربه ضربة على دماغه افقدته الوعي، وبكده يو خسر المعركة ومي اتخطفت ووقعت رهينة في ايد جيانج الندل هو وعصابته. بعد القتال يو اتجرجر على الارض وسط المطرة لحد ما وصل لحفرة كبيرة، وهنا جيانج ظهر لان هو اللي دبر الخطة دي من البداية. لكنه قبل ما يؤمر اتباعه بدفن يو في الحفرة افتكر ايام تدريبهم مع بعض وفضل يعيط، بس في النهاية سيطر على اعصابه وزق يو في الحفرة بنفسه وامر المجرمين يدفنوه بدم بارد وبدون رحمة. اما مي فضلت تعيط عليه بحرقة لكن بدون فايدة. بعد ساعات طويلة من دفن يو العاصفة استمرت والرعد ملا السماء، وهنا بتحصل حاجة غير متوقعة. يو قدر انه يشق طريقه من تحت الارض وخرج من جديد وهو متبهدل بالتراب، لكن هدفه كان حاجة واحدة بس هي الانتقام من جيانج على اللي عمله وانقاذ مي من الخطف عشان ينفذ وعده لوالدها. اول ما يو رجع البيت فتش مكتب رجل الاعمال ولقى فيه سي دي شكلها غريب، ولما شغلها اكتشف فيديو لرجل الاعمال بيتكلم فيها عن اعدائه. فيو عرف مين هي العصابة اللي ساعدت جيانج يخطف مي. بعد كده كسر الحذاء الحديدي لاول مرة من سنين طويلة، ده غير انه قص شعره وجهز نفسه للمعركة النهائية. بالفعل تاني يوم يو اقتحم شركة الحراس الشخصيين اللي جيانج شغال فيها وعدى من جهاز الانذار بدون ما يحاول يتفاداه، لكنه اتفاجئ بعشرات
ضباط المقاتلين واقفين بطريقه وعايزين يخلصوا عليه. بالفعل القتال ما بين يو وما بينهم بدأ، بس في الاول بنلاحظ حاجة غريبة، وهي ان يو بيتحرك بسرعة البرق لانه خلع الجزمة الحديدية واصبح خفيف جدا، ومهما المقاتلين حاولوا يسيطروا عليه ما كانوش قادرين لانه كان بيمسك اي حد يقرب منه يطحنوه. ده غير انه اخترع فن قتال جديد اسمه قدم الاعصار، وكان بيوجه ضربات خطافية عشان يبعد الجميع عنه ويسيطر على ارض المعركة. يو مسك اعدائه وظبطهم بدون مشاكل، فقرروا يستخدموا دروع حديدية للدفاع عن نفسهم لانهم جبناء، بس بدون فايدة، ويو استمر في طحنهم. وهنا يو لاحظ انه دخل قفص حديدي وكان هيقع بفخ رهيب، فاستخدم قوته الكاملة ودمر كل اللي بطريقه عشان ما يتحاصرش ويخسر القتال. في النهاية يو افقد الجميع الوعي ونيمهم على الارض. بعد كده هزم مقاتل الساموراي اللي بيحرس الباب واستخدم بصمته عشان يدخل الغرفة السرية. اول ما يو دخل الغرفة اتفاجئ بالمقاتلين المحترفين اللي هزموه قبل كده ودفنوه تحت الارض، لكنه كان مستعد ليهم المرة دي وبدأ بالقتال. طبعا المقاتلين هجموا عليه بدون تردد وبشراسة رهيبة، لكن يو اتفوق عليهم بسبب اسلوب القتال الجديد اللي اخترعه، وبسبب انه اصبح سريع لانه خلع الحذاء الحديدي. في النهاية يو حقق انتقامه وخلص عليهم كلهم بدون اي مشاكل، وكمل في طريقه عشان يرجع حقه من جيانج وينقذ ماي. بالفعل يو وصل الغرفة الرئيسية بالمبنى، وهناك لقى ماي ووالدها رجل الاعمال محتجزين بداخل قفص. لكن فجأة رئيس العصابة اللي ساعد جيانج ظهر. رئيس العصابة اسمه المعلم فونج، وهو اللي اتفق مع جيانج على سرقة الشركة الخاصة برجل الاعمال. فيو قال له جه الوقت عشان تتعاقب بسبب الجرائم اللي ارتكبتها. وهنا فونج كان هيضرب يو بالمسدس، لكن جيانج وقف الطلقة باستخدام قفازه الحديدي، وقال انه لازم يهزم يو في قتال بنفسه عشان يثبت قوته للجميع، وما ينفعش يقتله بمسدس حقير. بالفعل جيانج اتحدى يو باستخدام القفاز الحديدي اللي صنعه. جيانج اكتشف فن القبضة الحديدية بعد ما درس قتالات يو لسنين طويلة وعرف اسراره كلها. في بداية المعركة جيانج قدر انه يسيطر على يو بسهولة بسبب قوة قبضته المدمرة، لكن مع الوقت يو رجع من جديد لانه اسرع وامهر منه، وبدأ يقاوم عشان ينقذ ماي هي ووالدها. القتال ما بين الاتنين كان اسطوري لدرجة ان الحيطان اتدمرت وما استحملتش الضربات، لكن في النهاية يو انتظر الفرصة المناسبة وتفادى هجمات جيانج. بعد كده وجه له ركلة مضادة في ضلوعه كسرها له، واستغل ضعفه الشديد وكسر رجله هي كمان. عشان كده جيانج اتعجز وما كانش قادر يتحرك، وهنا المعلم فونج ضربه بالمسدس لانه بقى ضعيف وملهوش لازمة. طبعا يو اتصدم وجري عشان يطمن على صديقه اللي اتدرب معاه من صغره. فجيانج قال انه كان نفسه يرضي معلمه ويورث اسلوب القدم الحديدية، لكنه فشل في مهمته وطلب من يو يرجع له حقه من فونج. بعد كده فقد حياته. فيو حس بالغضب الشديد وحاول يهاجم فونج، بس واحد من المجرمين ضربه بالنار ووقعه على الارض. ومي حست بالصدمة وما صدقتش نفسها، لكن فجأة يو استجمع قوته من جديد وضرب المجرم ضربة افقدته حياته. بعد كده وقف وش لوش قصاد فونج وقال له جه الوقت عشان تدفع ثمن الجرائم اللي عملتها. طبعا فونج عيط وترجاه يسيبه يعيش، لكن بدون فايدة، ويو خلص عليه بدون رحمة واخرج مي ووالدها من الحبس. بعد ما يو انهى مهمته راح الجبال في نفس المكان اللي معلمه كان بيدربه فيه زمان، ودفن صاحبه جيانج بجانب المعلم في حزن شديد. وده كان ملخص الفيلم. اشترك يا صديقي عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.